الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما وقف الحجيج على عرفات إلا لله. الله أكبر. ما خرجنا وجئنا إلى هنا إلا لنأخذ الأجر من الله. الله أكبر على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الأنام سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك وتخلق بأخلاقك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا يوم التهليل والتكبير، هذا يوم فرح لكل المسلمين على وجه الأرض. هذا اليوم يوم فيه تنشرح الصدور، وفيه تغفر الذنوب، وفيه تتقابل الوجوه وتتصافح وتتصالح مع الله ومع النفس ومع الأهل والأصحاب. أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما دخل ورأى الناس يحتفلون بيومين، ما هذا؟ قالوا عيدين لنا. قال: قد أبدلكم الله بعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. سعادة كل السعادة لمن وفق إلى طاعة ربه والتزم بأوامر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه واتبع خطوات رسولنا صلى الله عليه وسلم، بأن ترك الدنيا وتخلى عن حظوظه وشهواته وملذاته، وترك باب أخيه وترك باب جاره وصافحه ونبذ العنف والخلاف، وسار على منهج الرحمن ومنهج حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السعادة التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: يعرض هذا ويعرض هذا، أتدرون من خيرهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: خيرهم الذي يبدأ بالسلام. أنت الخير عند من؟ مش عندي أنا لا والله، الخير عند ربك، الخير عند حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. حينما تسيطر على نفسك وتسيطر على شيطانك وتدحضه. والكاظمين الغيظ، إليها كلمة يعني وصلي على رسول الله مش ممثل. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وبعدين والله يحب المحسنين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. شوف يا أخي، لما تشوفني سعيد فرحان، هذا الجنب إن علمت قيمته ومكانته عند الله وأجره، والله الذي لا إله غيره، كنوز الدنيا لا تساوي لحظة بجوار أخيك المسلم
لكن ما عند الله ما ادخرته لنفسك ستراه يوم اللقاء والعرض على الله، حينما تجوز الصراط بسلام، وحينما ينظر إليك سيد الأنام وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن الناس الثانية ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وبعدين شوف القرآن، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. انت مش عامل حساب اللحظة دي ولا ايه؟ انت عامل ان صحتك زي ما انت عامل ان المال يبقى معاك زي ما انت. ايه يعني المال؟ المال لا يساوي لحظة عند خروج الروح وأنت غريب عن دين ربك وغريب عن منهج حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. الأعياد فرصة للتقارب والتواد والتراحم والترابط. أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يجمعنا على خير، وأن ينزع الغل والحقد والحسد من صدورنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا سيد الأنام سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتخلق بأخلاقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا من وفقكم الله عز وجل لصلاة عيد الأضحى، ثم بعد ذلك وفقتم إلى ذبح الأضاحي، عليكم أن تتقوا الله عز وجل وتوزعوا كما أمر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السنة أحباب رسول الله أن تقسم أثلاثا: ثلث لك أنت وولدك، وثلث لأهلك. أهم حاجة الأهل، لأن سيدنا النبي لما جه واحد من الصحابة قال له: يا رسول الله، أنا بيروحاء دي عبارة مثلا نقول 50-60 فدان، أنا وهبتها لله يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في أقربائك. يبقى ثلث لك، وثلث لأقربائك، وثلث لفقراء المسلمين. عليكم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضحوا كما بارك الله عز وجل ونجى نبيه وابن نبيه من الذبح، حينما قال له: كما تعلمون وتحفظون أكثر مني، ضرب مثلا في بر الوالدين: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال له: إيه؟ قال له: أنت اتجننت، أنت خربت. أمه كمان ولدها ما فيش غيره، جبته بعد تعب وعناء، قالت له: إيه؟ خد الولد وراح كما تعلم. يا أبتي أنا عاوز منك مطالب. قال له: قول. قال له: اشدد وساقي. ليه؟ اللي كتفني حلو. قال له: نحسن أعمل كده ولا كده؟ الدم عفص هدومك، أمي تراه فتحزن علي. ما تبقاش نفذت مراد ربي. كبني على وجهي عشان أنا ما أشوفش الدم. وبعدين دي سيدنا إبراهيم هيذبح، السكينة كأنها بقت ورقة. قيل فأنطق الله السكين، مش راضية تقطع.
وفديناه بذبح عظيم. الكلام في الأضحية وفي العيد يطول ويطول. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير والسعادة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن في البلد، اللهم ارزقنا الأمن في البلد والإصلاح في الولد والعافية في الجسد يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه. اللهم سألناك ما سألنا غيرك أن تصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم ردنا برضاك يا رب العالمين، اللهم ردنا برضاك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا شفاعة سيد الأنام سيدنا محمد. كل عام أنتم بخير، بارك الله فيكم جميعا. ولا تنسوا جلود الأضاحي تبرع إن شاء الله. كل عام أنتم بخير.